صفقة برعاية موسم الرياض اللي يعوزه الأهلي يحرم على أي فرقة في الدوري السعودي، وده طبعا كلام أحد المحبين للنادي الأهلي، واللي أنا وأنت عارفينه هو أكتر واحد محب للنادي الأهلي في الشرق الأوسط، تركي الشيخ. طبعا تركي الشيخ بعد ما اتفرج على النادي الأهلي خلال مباراة السوبر الأفريقي ما كانش عاجبه مستوى المحترفين ولا مستوى لعيبة النادي الأهلي، وكان شايف ان النادي الأهلي محتاج تدعيم بشكل كبير جدا، سواء بقى في قائمة المحترفين او في القائمة المحلية. ولكن بيتفاجئ ان النادي الأهلي ما بيدعمش في اي مركز من المراكز، على الرغم من انه بعد مباراة السوبر الأفريقي عرض على إدارة النادي الأهلي اي صفقة يختارها من الدوري السعودي. ولكن طبعا ادارة الاحمر رفضت اي تدعيم خارجي، ولكن تظل العيون على كأس العالم 2025. النادي الاهلي قدر يرجع من تاني ويكسب بطولة السوبر المصري، ومن بعدها كأس الثلاث قارات قصاد نادي العين. ولكن في الحقيقة النادي الاهلي محتاج بشكل كبير جدا للتدعيم، سواء بقى في الخط الامامي او في الخط الخلفي، وخصوصا بقى بعد صفقة اشرف داري وصفقة يوسف ايمن اللي ما شفناش منهم حاجة لغاية دلوقتي. اما بقى في الخط الامامي وده تركيز موسم الرياض علشان يدعم نادي الاهلي، شوف انت عايز مين من الدوري السعودي، واللي عرضوا على النادي الاهلي انه يختار اي لعيب من الدوري السعودي. عاجبك نيمار نديهولك بس بيتصاب كتير، عاجبك رونالدو خده يلعب معاك كاس العالم، شوف انت عاجبك مين وخد براحتك. وزي ما قلت لك كده من وجهة نظرهم اللي الاهلي يحتاجه وجماهيره يحرم على الجامع. بس تفتكر التدعيم ده علشان خاطر عوامل خارجية، ولا مجرد حب للنادي الاهلي، ولا عربون محبة عشان الصلح يتم؟ ولكن في الحقيقة الصلح ده لو تم اكبر مستفيد في اللعبة هو النادي الاهلي ومارسيل كولر بالاخص، اللي هيجيله صفقات فيها تنوعية كبيرة جدا. ولكن بقى على الناحية التانية النادي الاهلي داخله دولارات كتيرة من ورا بطولة الثلاث قارات، ومن بعدها بطولة كأس التحدي، ده غير الفوز ببطولات السنة اللي فاتت والجوائز المادية اللي النادي الاهلي بياخدها. هل النادي الاهلي محتاج لحد يدعم من بره، ولا هو قد الشيلة بتاعته؟